سلامة المتهم الأول دخل المطبخ وطلع ماسك سلاح أبيض، سكينة حادة جدا. قرب من إسلام عشان ينفذ طوله، نزل بالسكينة على رقبة إسلام وبحركة سريعة وبشعة نحر رقبته. تخيل معايا إنك قاعد في شقة هادية جدا مع أعز أصحابك، أخوك اللي ما يتعوضش، الراجل اللي بتأمنه على سرك ومالك وحياتك، بيمد إيده ويديك كوباية عصير وهو بيضحك في وشك، وقاعدين انتوا الاتنين بتفتكروا ذكرياتكم القديمة. بتاخد الكوباية وتشربها، وفي ثواني معدودة بتلاقي الأوضة بتلف بيك، عينيك بتزغلل وعضلات جسمك بتسيب، وما بتبقاش قادر حتى تحرك صباعك وتقع على الأرض. وقبل ما الرؤية تضلم تماماً بتبص لأعز صحابك يمكن يلحقك، فتلاقيه واقف بيبصلك ببرود قاتل، ويطلع موبايله من جيبه ويكلم ألد أعدائك، الناس اللي حالفين يقتلوك، وبيقول لهم الجملة اللي هتنهي حياتك: تعالوا الأمانة جاهزة. اللي بحكيهولك ده كابوس حقيقي عاشه شاب مصري اسمه إسلام جمعة. كابوس بدأ بضحكة في منطقة عين شمس وانتهى ببركة دم في شقة في مدينة نصر. كابوس خلى القاضي في المحكمة يبص للصديق الخائن ده وهو مش مصدق البشاعة البشرية اللي النفوس وصلت لها. هات كوباية القهوة بتاعتك وركز معايا في كل حرف هقوله لك، لأننا النهاردة هنفتح ملف قضية الجنايات رقم 5865 لسنة 2025، القضية اللي اتعرفت باسم خيانة مدينة نصر. دايماً لما بنسمع كلمة الصقر أو الطار عقلنا تلقائياً بيروح للصعيد، القرى البعيدة، الجلابية والبنادق الآلية والزراعات. بنعتقد دايماً إن الطار ثقافة بعيدة جداً عن زحمة العاصمة وصوت الكلاكسات وشوارع القاهرة، لكن في الحقيقة الدم ملوش مكان، والكره لما بيعمل قلوب بيخلي الأسفلت يقلب بلون الدم حتى لو كنت في أرقى أحياء القاهرة. في أوائل سنة 2025 كان في شاب اسمه إسلام جمعة. إسلام كان شاب عادي جدا بيسعى في الدنيا زيه زي أي حد، لكن كان في حمل تقيل جدا فوق كتافه: لعنة الدم. إسلام كان متورط، أو على الأقل عيلته متورطة في خصومة قديمة جدا مع عيلة تانية. الخصومة دي ما كانتش مجرد خناقة وهتتنسي، دي كانت نار قايدة ومستنية اللحظة اللي هتحرق فيها الكل. الطرف التاني في الخصومة دي كانوا مجموعة من الشباب قرروا إنهم لازم ياخدوا حقهم بإيديهم ولازم يغسلوا عارهم بدم إسلام. المتهمين الأساسيين في القضية دي كانوا كذا واحد: سلامة، وده شاب صغير عنده 18 سنة بس جواه غل يكفي بلد كاملة، وسعد عنده 23 سنة، وعمار 27 سنة. التلاتة دول كان هدفهم الأوحد والأسمى في الحياة إنهم يوصلوا لرقبة إسلام جمعة. بس المشكلة إن إسلام ما كانش صيد سهل. إسلام كان عارف إن راسه مطلوبة وكان حذر جدا في تحركاته، ولا بيآمن لحد ولا بيروح أي أماكن مقطوعة أو هادية، وما بيآمنش للغريب بسهولة نهائي. المتهمين حاولوا يراقبوه وحاولوا يوصلوا له عشان ينفذوا جريمتهم، بس كل محاولاتهم فشلت بسبب حرص إسلام الزيادة. إسلام دايما كان محاط بناس، أو على الأقل متواجد في أماكن صعب جدا يتنفذ فيها جريمة قتل من غير ما يتقبض عليهم فورا ووقتي. وهنا الشياطين اتجمعت، ولما المجرم بيفشل يوصل لإسلام بيقدر يدور على الخاين اللي موجود في حياة إسلام. وهنا بيظهر في الصورة بطل قصتنا محمد عنده 28 سنة وأعز وأقرب أصدقاء إسلام. عشان تفهم حجم الخيانة لازم تفهم طبيعة العلاقة بين إسلام ومحمد. الصاحب في العادي بيكون هو درع الأمان. لما إسلام كان بيحس بالخطر بسبب قصة الطار دي كان بيلجأ دايما لمحمد، كان بيحكي له أسراره وخط سيره ومشاكله. محمد كان الظل الدائم بتاع إسلام، الشخص الوحيد اللي مستحيل إسلام يشك فيه ولو بنسبة 1 في المليون. أعداء إسلام سلامة وسعد فكروا بره الصندوق: إحنا مش هنقدر على إسلام طول ما هو واخد باله، إحنا لازم نضربه من ظهره ولازم نوصل لصاحبه. بدأوا يجمعوا معلومات عن محمد ويدرسوا شخصيته كويس جدا لحد ما اكتشفوا الثغرة بتاعته اللي هي الفلوس. الطمع هو المرض الوحيد اللي بيحول البني آدم لوحش ما بيشوفش قدامه غير مصلحته، حتى لو المصلحة دي على حساب صاحبه، أو حتى على فكرة على أقرب حساب الناس ليه. في لقاء سري بعيد عن عيون إسلام قعدوا أعداء إسلام على ترابيزة واحدة مع أعز أصحابه. تخيل المشهد ده، تخيل إن الناس اللي عايزين يذبحوك قاعدين مع الراجل اللي بياكل معاك في نفس الطبق بيساوموه على رقبتك. الكلام في البداية كان بحذر جدا، ومن الآخر كده كان جست نبض.
يا محمد إسلام كده كده ميت، انت ليه بقى تطلع من مولد بلا حمص؟ احنا هندفع لك اللي انت عايزه، واللي هو هيكون مبلغ محترم يغير حياتك من الآخر. كل اللي عليك إنك تسلمهن وتطلع انت منها زي الشعرة من العجين. محمد ما خدش وقت طويل أصلا عشان يفكر ولا عشان يرفض ويقول دول عايزين يقتلوا صاحبي ولا الكلام ده كله. للأسف محمد شاف رزم الفلوس من هنا، فالعقل الباطن مسح كل ذكريات الصداقة ومسح العيش والملح ووافق فوراً على الصفقة. اتفقوا على خطة شيطانية، خطة ما تخرش المية، خطة هتحول محمد من مجرد صاحب لأداة الموت اللي هتستدرج الفريسة. الخطة كانت كالتالي: عشان إسلام يتقتل من غير ما حد ما يشوف ولا يسمع، لازم يتسحب بره منطقته خالص، لازم يروح مكان مقفول وما يكونش فيه أي فرصة للمقاومة. المتهمين اتفقوا مع محمد الخاين إنه يستدرج إسلام لوحدة سكنية، شقة في منطقة عين شمس. اشمعنى بقى عين شمس؟ عشان تكون بعيدة عن عيون الناس اللي تعرف إسلام، وتكون أرض محايدة يقدر المتهمين يوصلوا لها بسهولة ويهربوا منها بسهولة. محمد بدأ ينفذ دوره بمنتهى البراعة. اتصل بإسلام على الموبايل مكالمة عادية جدا بين 2 صحاب. ايه يا اسلام، فينك يا صاحبي؟ انا قاعد في عين شمس، تعالى نقعد مع بعض شوية ونشرب لنا كوبايتين شاي بعيد عن الدوشة. اسلام ما خونهوش، صاحبه بيكلمه. نزل اسلام من بيته وركب وراح على العنوان اللي محمد وصفه له في عين شمس. في نفس الوقت اللي اسلام كان فيه في الطريق، كان محمد جوه الشقة بيحضر السم. محمد كان عارف ان اسلام لو اتفاجئ بوجود المجرمين التانيين هيقاوم، وممكن الخطة كلها تبوظ ويتفضح امره معاهم. عشان كده محمد جاب مخدر قوي جدا، دواء بيشل حركة الجسم ويخلي الانسان يفقد الوعي والقدرة على المقاومة في دقائق معدودة. محمد طحن المخدر ده ودوبه في المشروب اللي هيقدمه الاسلام اول ما يدخل من الباب. من الناحية التانية كان المتهمين سلامة وسعد مترقبين ومستنيين اشارة من محمد، وكانوا قريبين جدا من المكان، الدم بيغلي في عروقهم ومستنيين اللحظة اللي هيغسلوا فيها عارهم وينهوا قصة الصقر دي للأبد. ومعاهم المتهم الرابع عمار قاعد في عربيته تحت، وعمار ده كان هو اللي مسؤول عن عملية النقل. وصل إسلام عند العمارة في عين شمس وطلع السلم وخبط على الباب، والباب اتفتح. محمد قابله بابتسامة عريضة وأحضان، دخلوا الشقة وقعدوا الاتنين يهزروا ويتكلموا، وكلمة من هنا على كلمة من هنا، والقعدة تمام التمام. إسلام قاعد على الكرسي وهو حاسس براحة تامة، ما يعرفش إن دي آخر قعدة هيقعدها في حياته. وهنا محمد بيقوم وبيدخل المطبخ وبيجيب المشروب اللي فيه المخدر وبيقدمه لإسلام. إسلام يمسك الكوباية ويشرب ويكتب بإيده شهادة وفاته. المخدر اللي استخدمه محمد ما خدش وقت طويل عشان يسيطر على الجهاز العصبي. بعد دقايق قليلة جدا إسلام بدأ يحس بإن الأكسجين بيقل في الأوضة، وبدأ يحس بتقل رهيب. الرؤية بدأت تبقى ضبابية، وصوت محمد صاحبه وهو بيتكلم معاه بدأ يبقى بعيد قوي. إسلام حاول يسند إيده على الكرسي عشان يقوم، بس عضلات رجليه خانته ووقع على ركبته في الأرض. في اللحظة دي إسلام وهو في حالة شبه الغيبوبة رفع عينيه وبص لصاحبه محمد نظرة استنجاد، نظرة بتقول له الحقني أنا بموت. لكن الصدمة هي ردة فعل محمد ما قامش من مكانه ولا اتخض ولا فكر يساعده. محمد كان واقف حاطط إيده في جيبه وبيبص له ببرود، وملامح وشه اتحولت لملامح شيطان. إسلام ما قدرش ينطق، الكلمات اتحبست والظلام غطى عينيه تماما وفقد الوعي. وهنا محمد بكل هدوء طلع موبايله واتصل بسلامة وقال له جملة واحدة: تعالوا خدوا الأمانة جاهزة للتسليم. أقل من ربع ساعة وكان باب الشقة بيخبط. محمد فتح الباب ودخل المتهم الأول سلامة والمتهم الثاني سعد. شافوا إسلام مرمي على الأرض متخدر ومستسلم نهائيا. تحت العمارة كان قاعد المتهم الرابع عمار مستنيهم في عربيته، والعربية دايرة ومستعدة. شالوا إسلام وهو جثة هامدة بتتنفس ونزلوا بيه على السلالم بسرعة وحطوه في الكنبة اللي ورا في العربية. لحد هنا أي حد هيتخيل إن دور محمد الصديق الخاين انتهى. خد الفلوس، سلم صاحبه وهيقفل باب شقته ويروح ينام وكأن شيئا لم يكن. لكن هنا تيجي المفاجأة المرعبة اللي كشفتها تحقيقات النيابة العامة بعدين، واللي بتثبت إن محمد ما كانش مجرد خاين طماع، ده كان شيطان دموي بامتياز. محمد ما قفلش باب شقته ومشي، محمد قفل الباب ونزل ركب معاهم في العربية. ليه؟ عشان يتأكد إن إسلام هيموت ومستحيل يصحى تاني، لأن إسلام لو فاق ولقى نفسه مخطوف وعرف إن محمد هو اللي سلمه، محمد هيكون أول واحد هيتجاب. الخيانة ما بتسيبش وراها شهود يا صديقي،
العربية اتحركت لحد ما دخلت دايرة اسم ثالث مدينة نصر. اختاروا شقة سكنية تانية هناك، شقة بعيدة عن العيون ومجهزة عشان تكون هي مسرح الجريمة. وصلوا مدينة نصر، نزلوا إسلام من العربية وطلعوه على الشقة ورموه على الأرض. في اللحظات دي مفعول المخدر كان بدأ يخف شوية. إسلام بدأ يفتح عينيه ببطء وبدأ يستوعب المكان الغريب اللي هو فيه ويستوعب الوشوش اللي حواليه. شاف سلامة وشاف سعد ألد أعدائه، بس الرعب الحقيقي الصدمة اللي خلت قلبه يتكسر قبل ما رقبته تتقطع إنه شاف محمد صاحبه وأخوه واقف معاهم في نفس الصف. إسلام حاول يقاوم وحاول يصرخ بس جسمه كان لسه متخدر وضعيف. وهنا المشهد اللي اتكتب في أمر الإحالة الرسمي لنيابة مدينة نصر، مشهد يخلي الحجر يبكي. سلامة المتهم الأول دخل المطبخ وطلع ماسك سلاح أبيض، سكينة حادة جدا، قرب من إسلام عشان ينفذ طوره، بس إسلام بدأ يرفص برجليه وحاول يفلت منهم. عشان عملية الذبح تتم من غير شوشرة كان لازم حد يمسك إسلام ويكتفه. مين اللي اتقدم بقى عشان يعمل المهمة دي؟ المتهم التاني سعد، ومعاه مين؟ مع محمد. أيوة زي ما سمعت كده يا صديقي، الصديق اللي كان معاه عيش وملح هو اللي ماسكه عشان يتذبح. الصديق اللي إسلام كان بيأمن له على حياته نزل على ركبته ومسك إيدين إسلام وثبتها بكل قوته في الأرض عشان ما يقاومش. تخيل آخر حاجة شافها إسلام في حياته وش صاحبه وهو بيكتفه عشان يقدمه كقربان لأعدائه. في اللحظة دي سلامة نزل بالسكينة على رقبة إسلام وبحركة سريعة وبشعة نحر رقبته. الدم ملا الأرض وإسلام لفظ أنفاسه الأخيرة وهو بيبص لمحمد نظرة عتاب مستحيل أي عقل بشري يستوعبها. المهمة تمت، الطار خلص، المتهمين غسلوا إيديهم من الدم وسابوا جثة إسلام غرقانة في دمها على الأرض، ونزلوا ركبوا عربية عمار وكل واحد راح لحاله وهم فاكرين إن دي الجريمة الكاملة وإن السر اتدفن مع إسلام. لكن في لغة الجريمة مفيش حاجة اسمها الجريمة الكاملة، خصوصا لما تكون جريمة غدر بالشكل ده. ربنا ما بيسيبش حق مظلوم. الريحة بدأت تطلع. المباحث الجنائية في اسم ثالث مدينة نصر نزلت مسرح الجريمة. ضابط المباحث لما شاف بشاعة المنظر عرف إن دي مش سرقة، دي جريمة انتقام وتصفية حسابات. أول خيط المباحث بتمسكه في القضايا اللي بالشكل ده هو من آخر واحد المجني عليه كان معاه. بتفريغ سجل المكالمات لموبايل إسلام لقوا إن آخر مكالمة استقبلها كانت من رقم صاحبه محمد. المباحث طبعا استدعت محمد اللي حاول في البداية يمثل دور الصاحب المصدوم ويبكي على فراق صاحبه، بس المباحث ما كلش معاها الجو ده. بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط شقة عين شمس وشقة مدينة نصر وتتبع النطاق الجغرافي لأبراج الاتصالات اكتشفوا الكارثة. موبايل محمد وموبايل سلامة وموبايل سعد، التلاتة كانوا في نفس المربع السكني في عين شمس، وبعدها التلاتة اتحركوا مع بعض لنفس المربع السكني في مدينة نصر. وقت وقوع الجريمة الخناق دق على محمد وانهار في التحقيقات واعترف ان في فلوس هو اخدها مقابل الجريمة دي كلها، واعترف بخطة التخدير، واعترف كمان بمشاركته معاهم في التكتيف، وقال اسامي باقي المتهمين. وبالكلام ده اثناء التحقيقات طبعا كل المتهمين الباقيين وقعوا. الاجهزة الامنية جابتهم واحد ورا التاني، والنيابة العامة احالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. ويوم 9 نوفمبر 2025 في قاعة محكمة الجنايات الأربعة المتهمين كانوا واقفين في القفص. المتهم الأول سلامة، التاني سعد، الرابع عمار، وفي النص واقف محمد اللي باع صاحبه. القاضي بيبص للمتهمين وبالذات محمد وبيقرأ حيثيات الحكم وبنبرة قاطعة وصارمة ما فيهاش رجعة بينطق الحكم اللي برد نار عيلة إسلام. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي بإعدام المتهمين الأربعة شنقاً. قضية خيانة مدينة نصر مش مجرد قصة طار عادية، دي رسالة مرعبة لكل واحد فينا. الطار مرض بياكل في القلوب، لكن الخيانة هي السرطان اللي بتدمر الإنسانية. إسلام ما ماتش من ضربة السكينة، إسلام مات من اللحظة اللي شاف فيها صاحب عمره بيكتفه عشان يتذبح. دايما بنقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة ومرة. في زماننا ده الفلوس بقت هي اللغة الأصلية اللي الدنيا ماشية بيها، وبقت بتعمي القلوب وتخلي الصاحب يبيع صاحبه بأرخص ثمن. اختاروا أصحابكم بعناية، لأن مش كل اللي بياكل معاك في طبق واحد بيتمنى لك الخير، ممكن جدا يكون بيحط لك السم في العصير. انتوا رأيكم ايه في اللي عمله محمد؟ وهل حكم الإعدام كان كافي للقصاص منه؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات حالا، لأن رأيكم بيهمني جدا. ولو القصة وطريقتنا في فتح الملفات الجنائية عجبتك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. أشوفكم على خير في قضية جديدة وملف سري جديد. سلام.